يلا نبني تشكيلة أكبر خونة في تاريخ كرة القدم. تعالوا نبدأ من قدام النهاردة ونختار رصاص الحربة الأول. بجد اختيار رصاص الحربة كان صعب قوي عشان في كمية لعيبة رصاص حربة خونة في التاريخ مش طبيعية. يعني ممكن ندي أمثلة للعيبة زي مثلا إيمانويل أديبايور اللي هو بعد لما لعب 150 ماتش مع أرسنال راح انتقل للسيتي وفي أول ماتش ضدهم جاب جون، جري الملعب كله عشان يروح الناحية التانية الملعب يجري قدام جماهير أرسنال ويحتفل قدامهم من كتر كرهه للنادي. يعني اقول لكم انه بعد لما انتقل لتوتنهام اللي هو اكبر اعداء ارسنال، الجماهير قعدت تغني له بعد لما حصل هجوم على منتخب توجو انه يا ريتك انت اللي كنت هناك، يا ريتك انت. تخيلوا جماهير كرهته قد ايه. وعندنا ناس تانية زي هيجوايين، زلاتان ابراهيموفيتش، تيفيز كانوا بيعملوا له يافطه ويلكم تو يونايتد بعد لما خلصت العرض انه خلاص هيشتريه وراح للسيتي اعدائهم. نخش بقى في اول راس حربه هنختاره النهارده وهو اريك كانتونا. وعشان نفهم ليه اريك كانتونا خاين لازم نفهم اكتر عن نادي ليدز وعداوته مع يونايتد. نادي ليدز في الستينات سبعينات ثمانينات الفتره دي كان نادي كبير قوي، كان ممكن يكون هو وليفربول يونايتد اكبر ثلاث انديه في انجلترا، وكان بيكسب دوريات كتيره وكان بينافس على الدوري كل سنه. حتى اخر فرقه كسبوا الدوري الانجليزي قبل ما ينقل البريمير ليج فورمات سنه 91 92. اللاعب اللي كان البطل بتاعهم والنجم بتاعهم اللي كان شايلهم في البطوله بقى السنه دي كان ايريك كانتونا. وايريك كانتونا زي ما احنا عارفين عنده مشاكل، عنده دايما مشاكل بره الملعب كده، مشاغب قوي. السنه اللي بعد ما كسبوا فيها الدوري ايريك كانتونا ما لعبش اول كام ماتش كويس، والمدرب بدله في ماتش مهم قوي ضد رينجرز في دوري الابطال. وايريك كانتونا قام مديها واحده فينيسيوس بقى، زعل بقى وقفش وما رضيش بقى يروح التمرينات وعمل قصه بقى وان انا مش عايز العب، ونزل الملعب بعديها ادى كام اداء مش حلو. زائد انه كان في اشاعات انه ايريك كانتونا كان بيكلم شويه مراتات لعيبه على شويه صاحبات ناس في الاداره، كان عامل مشاكل كتير. فليز قرروا ان هم عايزين يبيعوه وعايزين يخلصوا منه. المشكله بقى انه ما كانش في ولا نادي من اسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا قادر يشتريه وقتها، والنادي الوحيد اللي كانتونا كان راضي يروح له كان يونايتد. وعشان تفهموا اكتر، ليدز ويونايتد بيجوا من منطقتين اسمهم لانكشير ويوركشير. المنطقتين دول بيكرهوا بعض، كان في بينهم حرب اهليه لمده 40 سنه، وعندهم مشاكل كبيره قوي مع بعض. الجماهير بتطلع بعد كل ماتش ضربه بعض ودم ومتبهدلين. وليدز بقى وقتها باعوه بمليون، يعني تخيلوا بمليون، ده حتى على ايامها ده كان ولا حاجه. والسنه دي اللي اتباع فيها ليدز طلع ال 17 على الدوري بعد ما كانوا كاسبين الدوري. ويونايتد لما اشتراه كان الثامن، رجع كسب الدوري وكسب معاهم 4 دوري في 5 سنين اللي بعديها. والله اعلم ليدز كان هيبقوا عاملين ازاي دلوقتي لو كانتونا ما كانش اتباع. يا جماعه رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي مسجل اجوان في الكلاسيكو وفي ديربي اي سي ميلان من الناحيتين، يعني مسجل مع برشلونه ضد ريال مدريد، ريال مدريد ضد برشلونه، اي سي ميلان ضد انتر، وانتر ضد اي سي ميلان. وحتى مسجل في ديربي في البرازيل كروزييرو ضد كورنثيانز، والاثنين برضه ضد يعني ما عندوش ولاء. الناس مش بتكرهه بس هو ما عندوش ولاء خالص. اللاعب اللي احنا هنختاره في نص يمين ممكن يكون اشهر خائن في تاريخ كوره، واكيد انتوا عارفين مين هو، لويس فيجو. يا جماعه انتوا لازم تكونوا بتكرهوا شخص قد ايه عشان ترموا عليه راس خنزير. مشكلة انه فيجو كان رجع برشلونة للنجومية في التسعينات، كان الكابتن بتاعهم وكانوا اعتبروه ان هو خلاص كتالوني وابن النادي وابن البلد. وقام راح سايبهم وراح لاكبر اعداء ليهم لريال مدريد. كاني بقول لكم انه الايام دي مثلا او من 10 سنين كده ميسي ساب برشلونة وراح ريال مدريد، او رونالدو ساب ريال مدريد راح برشلونة. كانت مصيبة، العالم اتقلب على الموضوع ده. اللاعب الاولاني اللي هناخده في نص الملعب جنب فيجو هو اللاعب الاسكتلندي مو جونستون. يا جماعه اشرحها لكم ازاي. سيلتيك ورينجرز ممكن يكونوا اكتر ناديين في العالم بيكرهوا بعض. يا جماعه الموضوع مش كوره بس، الموضوع كان واصل لدرجه دينيه. سيلتيك ورينجرز زمان، سيلتيك ما كانش بيلعب غير لعيبه كاثوليكيه والنادي كان يعتبر كاثوليكي، والرينجرز ما كانوش بيلعبوا لعيبه غير بروتستانتي وكان النادي بروتستانتي. ففي الثمانينات كان في لاعب اسمه مو جونستون، كان نجم سيلتيك وكان بيجيب جوان زي ما هو عايز وكان حريف وكان احسن لاعب في فرقه، وكانوا بيموتوا في الجماهير. قرر ان هو عايز يسيب اسكتلندا ويحترف وراح لعب في فرنسا وقال انا مش هرجع العب في اسكتلندا تاني، خلاص انا كده خلصت مسيرتي في اسكتلندا. بعد ما لعب سنتين في فرنسا رجع قال انا نفسي ارجع بلدي وعايز ارجع لاسكتلندا وهلعب لسلتك طبعا. قالها في لقاء تلفزيوني مسجل، ورجع في اخر يوم وهو بيمضي قام مضى مع رينجرز، اول لاعب من الحرب العالميه الثانيه يلعب لسلتك ورينجرز. وطبعا اول لاعب كاثوليكي يلعب لرينجرز، وكانت الجماهير من ناحيتين مش طايقينه، يعني ولا جماهير سلتك ولا جماهير رينجرز عايزينه. لغايه لما لعبوا اول ديربي ضد بعض وهو جاب الجون اللي لرينجرز اللي كسبهم ضد سلتك، وجماهير رينجرز بقت بتحبه. وطبعا جماهير سلتك يعني لو شافوه في الشارع هيقتلوه لغايه النهارده. اللاعب اللي هنختاره جنبه في نص الملعب اللاعب الاسباني لويس انريكي. لويس انريكي اساسا كان بيلعب في ريال مدريد، بس كانوا بيجربوه في مراكز كتيره وما كانش نافع فيها وما كانش بيلاقي دقائق كتير قوي يلعب فيها، وكان عايز فلوس اكتر فقرر يسيب النادي. بس المشكله ان هو سابهم وراح برشلونه. ايوه انا عارف الناس بتتضايق لما انا بقول برشلونه مش برشلونه، بس يلا مش مشكله. المشكله بقى ان هو كان كل ما بيلعب كلاسيكو تقريبا بيجيب جون ضدهم، جاب 5 تجوان ضد ريال مدريد، وفي الخمس مرات كان كل مره يمسك البادج ويقلع التيشيرت ويوريها، وكان بيموت في انه يحتفل ضد ريال مدريد وما كانش طايقهم. وكان كل ما ينزل الملعب يقعد يتخانق مع اللعيبه بتاعت ريال مدريد ويضرب ويخش في خناقات ويقعد يتشاكل مع الناس. وحتى لغايه دلوقتي هو مدرب برضه بيحتفل ضدهم احتفالات مش طبيعيه وبيكره النادي. وبالنسبه لجماهير ريال مدريد هو اكتر لاعب مكروه في العالم.
في النص الشمال هنختار اكتر لاعب موهوب طلع في تاريخ ايطاليا، اللاعب روبرتو باجيو. روبرتو باجيو كان اساسا مع فيورنتينا وكان النجم بتاعهم وكان احسن لاعب في ايطاليا، وبعديها سابهم عشان يروح اليوفي. واليوم اللي هو سابهم عشان يروح اليوفي الناس نزلت مظاهرات في الشارع وعملوا شغب ومشاكل، و50 شخص دخل المستشفى يوميها بسبب الاصابات. تخيلوا مستوى الحقد والكره في الناس اللي نزلت الشارع، كسروا الشوارع، رموا مولوتوفات في المحلات، كسروا الدنيا. يعني وصل لدرجه مش طبيعيه. ومش بس كده، بعديها بسنتين راح اي سي ميلان، ومشي من اي سي ميلان راح اخد كام لفه في ايطاليا، بس بعديها في الاخر راح انتر ميلان برضه. يعني لعب لاعداء تانيين، ما كانش عنده ولاء لاي حد روبرتو باجيو. اللاعب اللي هنختاره في الباك شمال هو اللاعب اشلي كول. اشلي كول كان من اهم اللعيبه في ارسنال في فتره الانفنسبل بتاعتهم، كان احسن باك شمال في الدوري ومن احسن اللعيبه في ارسنال. ولكن في 2006 سابهم وراح للعدو بتاعهم تشيلسي. مش بس كده، ده في 2005 كان بيتقابل مع تشيلسي في السر، ولما الموضوع اتعرف اتحط عليه غرامات. ولكن هو كان كل اهتمامه في الدنيا ان هو عايز فلوس زياده. عشان كده حتى جماهير ارسنال لغايه النهارده بتندهه وبتقول له يا كاشلي كول، عشان هو بيحب الكاشات. وحشه قوي انه لاعب يطلع من الاكاديميه بتاعتك ويكسب معاك كل حاجه ويبيعك في الاخر عشان شويه فلوس. اول سنتر باك هنختاره ممكن يكون اكتر لاعب مكروه لغايه النهارده في التاريخ، في تاريخ توتنهام، اللاعب سول كامبل. سول كامبل طالع من ناشئين توتنهام وقعد معاهم، بقى الكابتن بتاعهم وبقى احسن مدافع في الدوري معاهم وكان اسطوره. وبعديها قال لهم انا عايز اسيب النادي، بس ما تقلقوش انا عمري ما هروح نادي زي ارسنال، عندي عروض من ليفربول، من برشلونه، من كذا نادي تاني. وجم في اخر يوم فتره الانتقالات، لو ايه ده، سول كامبل ماسك تيشيرت ارسنال ومضى معاهم. طبعا كامبل مع ارسنال كسب حاجات كتير قوي، بقى انفنسبل، بقى لاعب خد الدوري كذا مره، حاجات ما عملهاش مع توتنهام، حتى وصل تشامبيونز ليج فاينل وسجل هدف في الخساره اللي خسروها 2006. ولكن لغايه النهارده جماهير توتنهام عمرها ما هتسامحوا على الموضوع ده، ولغايه النهارده الجماهير بتشتمه في ماتشات الديربي اللي هو اصلا مش موجود فيها. اللاعب اللي هنختاره جنبه برضه لاعب لتوتنهام وارسنال وحتى لاعب لتشيلسي، الثلاث اعداء بتوع لندن، ويليام جالاس. ويليام جالاس طلع قال انا مش فارق لي النوادي، انا ما عنديش ولاء لحد ومش فارق لي حد، انا كل المهتم بيه الفلوس. اللاعب اللي هنختاره في الباك يمين اللاعب ابل زيفير، اللاعب اللي هو صاحب اغرب تسريحات شعر في التاريخ. لو ما شفتوش الفيديو ده انا عندي فيديو عليه، روحوا اتفرجوا عليه. زيفير لعب 4 سنين في ايفرتون، ما جابش فيهم ولا جون، وبعديها انتقل من ايفرتون لليفربول، وكلنا عارفين عداوه بين ايفرتون وليفربول عامل ازاي. وفي اول ماتش ليه لعب ضد ايفرتون وسجل فيهم هدف. ومن ساعتها جماهير ايفرتون ما بتطوش وعمرها ما هتطيقه تاني. في حراسه المرمى عندي اختيار من اختيارين. اول اختيار هو مانويل نوير. مانويل نوير قعد 20 سنه مع شالكه من الاشبال لغايه لما لعب مع الفيرست تيم 6 سنين، وبعديها فجاه من ولا حته راح بايرن، واحده من اكبر اعداء شالكه. وحتى جماهير بايرن ما كانوش عايزينه، قالوا احنا مش عايزين لعيبه من شالكه، لغايه لما كسر عدد الماتشات الكلين شيت بتاعت اوليفر كان ورا بعض والناس حبته وبقى من احسن حراس في التاريخ. بس الحارس اللي هنختار مكانه هو الحارس نيكوبوليديس اليوناني. لعب حوالي 15 سنه مع باناثينايكوس، وبعد ما كسبوا اليورو في 2004 انتقل انتقال غريب لاعدائهم الكبار اولمبياكوس، وكسب الدوري 6 سنين ورا بعض بعديها. يعني خانهم وغلبهم لمده سنين ما بتخلصش. بس يا جماعه هي دي التشكيله اللي اخترناها. قولوا لي ايه التشكيلات التانيين عايزين تشوفوها، واشوفكم في التشكيله الجايه.